ميول مش طبيعية، بيحب ان هو يشوفني مع حد غريب وخلاص. بيصطاد بقى واحد صاحبه او يكون عارفه من على النت او اي حد وخلاص. صاحبة القصة بتقول: انا اسمي سارة وبشتغل مدرسة. حياتي كانت عادية جدا. اتجوزت وانا عندي 18 سنة، يعتبر حتى قبل ما اكمل دراستي. اتجوزت حب عمري لانه كان ابن جارنا. كنت انا بعشقه وهو بيعشقني من واحنا صغيرين. هو كان اكبر مني ب6 سنين. واول حاجة عملها لما ربنا كرمه واتخرج واشتغل شغلانة كويسة انه تقدم لي على طول. وفترة الخطوبة اللي عملناها يعتبر ما طولتش علشان هو كان جاهز اصلا. وابويا شرط عليه ان هو يخليني اكمل دراستي وتعليمي عادي جدا. وبصراحة هو ما رفضش خالص، بل بالعكس ده كان بيشجعني جدا ومرحب بالفكرة ان انا اكمل الدراسة بتاعتي وكده. وانا الحمد لله ربنا كرمني وكملت الدراسة بتاعتي واشتغلت كمان مدرسة في نفس المحافظة اللي احنا فيها. انا وجوزي متفاهمين جدا. انا كنت شغالة في المدرسة بتاعتي وهو كان شغال في قطاع تاني، بس كان وقت رجوعنا من الشغل قريب قوي من بعض. يعني مثلا اوقات كتير كنت انا برجع قبل منه بساعة، او هو يرجع قبل مني بساعة او بعدي بساعة مثلا، او ممكن كمان نرجع في نفس الوقت. كان على طول ما بيني وما بينه تفاهم. وعلى طول لما كنا بنرجع من الشغل كنا بنقسم شغل البيت على بعض. وخصوصا بقى لما ربنا كرمني وحملت، هو كان بيتعامل معايا كويس قوي. فضلنا بقى عايشين حياة سعيدة وكل الناس كانت بتحسدنا على الحياة دي. وكمان خلفت منه ولدين وبنت. وعيالي من وهم صغيرين كانوا على طول متعودين انهم يروحوا ويقضوا الاجازة بعد نهاية الاسبوع عند واحدة من جدتهم، يا اما يروحوا عند امي او يروحوا عند ام جوزي. ودايما بيروحوا يقضوا عندهم الاجازة بتاعت اخر الاسبوع. واوقات انا وجوزي بنروح معاهم، واوقات بس بنروح اخر اليوم نجيبهم من هناك. الموضوع ده بالنسبة لنا كان يعني على طول يعتبر عادة. يعني على طول آخر الأسبوع لما بيرجعوا من المدرسة بياخدوا الشاور بتاعهم، وكمان بعمل لهم هدومهم وحاجتهم وبياخدوا الحاجات بتاعتهم، وأبوهم بيوصلهم يا إما عند أمي أو عند أمه. ولما الأجازة بعد كده تخلص بروح أنا وجوزي نجيبهم من هناك. فأنا وجوزي كنا بنقضي الأجازة بتاعت آخر الأسبوع دي في فسح حلوة وخروجات، وكنا بنروح أماكن كتير نتفسح فيها، لدرجة إن أي حد كان بيشوفنا وكان بيشوف علاقتنا ببعض كان بيحسدنا ويقول لنا: يا بختكم، ده انتوا كأنكم لسه متجوزين امبارح. حياتنا كانت كلها عبارة عن شهر عسل. عمري في حياتي ما حصل ما بينه وما بينه أي مشكلة. وحتى لما كان بيحصل أي مشاكل أو أي خناقات، يعني بتبقى خناقة عادية زي اللي بتحصل في أي بيت، كانت بتتلم على طول بسرعة بدون تدخل الأهالي. محدش فينا كان بيسيب التاني أبدا ينام وهو زعلان. دي كانت بالنسبة لنا حاجة مستحيلة ومستحيل إن هي تحصل. وكانت على طول حياتي ماشية بالشكل الكويس ده ومرتاحة جدا، لحد ما حصلت حاجة غيرت حياتي كلها. جوزي اترقى في الشغل بتاعه، وللأسف الشغل بتاعه ده لما اترقى فيه كان لازم ان هو يروح يشتغل في مكان تاني غير المكان اللي هو لسه بيشتغل فيه دلوقتي. الشركة اللي بيشتغل فيها كانت دايما بتبعته يعمل مهمات كتير. كان أوقات مثلا بيروح مهمة يقعد فيها اليوم كله من أوله لآخره، وأوقات تانية كانت المهمة بتاعته تاخد باليومين والتلاتة. لكن بقى المرة دي الشركة صممت انه هو يروح مكان يفضل قاعد فيه ويجي بس كل اسبوع يومين اجازة. احنا في الاول بصراحة زعلنا قوي، خصوصا انا بالذات. لكن بعد كده بقى الموضوع بقى عادي، وكمان جوزي بقى بياخد مرتب اكبر من اللي كان بياخده قبل كده. فما كانش ينفع يعني ان انا اقوله لا، او ان احنا نقف قدام مستقبلنا ومستقبل عيالنا. وخلاص اتعودنا ان هو يجي يقعد معانا يومين اخر الاسبوع. وزي كان من النوع اللي بيحب يساعدني على طول في البيت اوقات كتير، يعني خصوصا بقى لو شافني تعبانة او دماغي وجعاني، ولو حتى في حاجة بسيطة تعباني او مضايقاني، على طول ما كانش بيسيبني. كان على طول بيقف في المطبخ ويعمل الاكل ويعمل كل حاجة في البيت. وما كانش بيبقى مكسوف من كده، بالعكس كان بيحب كده. فبقى هو على طول لما يبقى طول الأسبوع في شغله ويجي اليومين بس اللي بيجي فيهم بس أجازة، كان أغلب الوقت بيجي يشوف العيال ويوديهم عند يا إما مامته أو عند مامتي. وأنا وهو كنا بنقعد مع بعض.
كأننا لسه اتنين متجوزين، خصوصا يعني لما بيكون وحشني بكون انا وحشاه. كان على طول لما بيجي الاجازة كان بيقولي بصي بقى يا حبيبتي، انتي دلوقتي صباعك ما تحطهاش في المية خالص ولا تحطي ايدك في المية، انا اللي هطبخ وهغسل وهعمل كل حاجة، انا مش هخليكي تعملي اكل خالص ولا اي حاجة في البيت. هو انا ما وحشتكيش ولا ايه؟ طب ما وحشنيش اكلي ولا ايه؟ بصراحة هو كان اكله في الاكل يعني كان شاطر جدا، كان زي الشيف، كانت ايده تتلف في حرير، كان على طول بيعرف يعمل اكل حلو قوي. احنا كنا على طول بنقعد اليومين بتوع الاجازة دول في البيت، نظامنا ده بقى على طول، كنا قليل قوي بقى لما بنخرج برا البيت علشان نتفسح، بقى اغلب الوقت في البيت على طول، بحجة يعني ان انا وحشاه والكلام ده. فبقى على طول من وقت ما بقى شغله بالنظام ده ان هو يجي يومين بس في الاسبوع، بقى لما بيجي يعمل الاكل وكل حاجة في البيت، وانا اوقات كتير لما كان بيتكلم معايا بالليل بعدها كنت بنام بسرعة خالص، كنت بحس كده ان انا زي ما يكون بيغموا عليا فجأة، كنت ببقى قاعدة مثلا بالليل فجأة الاقي نفسي بقيت الصبح، وكنت ببقى مستغربة قوي من اللي بيحصل لي، كنت ببقى مش عارفة هو في ايه او ايه اللي بيجرالي ده، ولا عارفة ايه اللي بيحصل، فبقيت بشك ان انا تعبانة. فلما سألت جوزي عن كده وقلت له ايه اللي حصل لي بالليل وانا قاعدة وازاي نمت كده فجأة على طول، كان بيقول لي مش عارف، واحنا قاعدين كده وبنتفرج على التلفزيون وبنتكلم انتي اوقات كده بتنامي فجأة، تلاقيكي بس يا حبيبتي بتكوني مرهقة شوية من الشغل ولا تعبان، بصي ما تشغليش بالك. وبرضه سألته طب لما انا بصحى من النوم بلاقي ليه نفسي حاسة ان في حاجة حصلت ما بينا، فهو يروح قايل لي ايوه يا قلبي، هو انتي يعني مش عارفة انك وحشاني؟ هو انتي مش فاكرة ولا ايه؟ ده انتي كنتي في وعيك، ازاي يعني مش فاكرة؟ انتي شكلك كده بقيتي تفقدي الذاكرة. انا كنت بستغرب قوي من اللي بيحصل، وبستغرب جدا من كلامه، والموضوع ده كنت بفكر فيه كتير، بس في نفس الوقت كانت في حاجة بتيجي في دماغي بتقولي ما تشغليش بالك. قلت في سري بقى اكيد اللي بيحصل لي ده بسبب الارهاق وشغلي في المدرسة، وخصوصا ان انا يعني كنت بدرس لمرحلة ثانوية، وكان بيبقى فيه دوشة من العيال كتير قوي في المدرسة. قلت بقى يعني عادي بتحصل وعدتها، وبقيت بقى اخد فيتامينات علشان تخليني ان انا اكون كده مركزة وواعية، وعدت الايام وفضلنا على نفس الحال ده لحد ما عديت على شغل جوزي في المكان اللي هو بيشتغل فيه، وبيشتغل فيه 7 سنين تقريبا. جوزي كان على طول كل ما بينزل في الأجازة بتاعته هو اللي على طول بيعمل الأكل وبيعمل كل حاجة في البيت، وحتى اليوم اللي بيكون العيال معانا وبايتين في البيت مش عنده أمه يعني ولا عنده أمه، كان بيبقى نفس الموضوع، كان بيسيبنا قاعدين زي الملوك بالظبط، وهو اللي كان بيقوم يعمل الأكل ويجهز كل حاجة، واحنا بس كنا بناكل وبنشرب وننام، والحياة كانت ماشية زي الفل بالطريقة دي. بس انا طول الوقت اللي كنت بستغرب منه معظم الوقت ان اشمعنى يعني لما جوزي بيبقى موجود معانا في البيت انا بنام ومش بحس بنفسي خالص، والعيال ما بيبقوش عاملين دوشة وبيبقوا كمان نايمين وهادين على طول من غير ما يغلبوني زي ما هم متعودين، يعني انتوا عارفين ان العيال بتعمل دوشة وكده. الاسئلة دي كانت على طول بتلف في راسي، وفي نفس الوقت مفيش حاجة تخليني ان انا اشك في حاجة معينة مثلا، يعني الحاجة اللي انا شكيت فيها بس هي يعني صحتي، قلت انا باين عليا كده بدأت اتعب. فعلا بقى بدأت ان انا اروح لدكتور مخ واعصاب وعملت كشف وتحاليل، وكانوا بيقولوا لي ان انا ما عنديش اي حاجة، والدكتور قال لي ده مجرد بس ارهاق، خصوصا يعني لما عرفوا شغلانتي وكده وعرفوا ان انا شغالة مدرسة. وفضلت أعيش بقى على نفس الحال ده مع جوزي لحد ما في يوم كده وأنا في المدرسة اللي أنا بشتغل فيها فجأة كده وأنا ببص لقيت الطلبة كلهم في الفصل عمالين يبصولي بصات غريبة وبيتكلموا مع بعض عليا وهم موطيين صوتهم، فأنا ما كنتش فاهمة حاجة، أنا كنت مستغربة بس الطريقة بتاعتهم كانت غريبة. المهم خلصت الحصة بتاعتي وخرجت في الحوش عادي، لقيت شابين من اللي بيدرسوا في الثانوي واقفين مع بعض وماسكين التليفونات بتاعتهم، وكانوا بيبصوا لبعض ويبصولي، وفيهم واحد قال للتاني الحق يلا دي مس سارة، ويقوم التاني يرد عليه ويقول له دي مس سارة، والتاني يقول له ايوه يلا انا متأكد انا، فيقول له انا شاكك يا عم دي شبهها قوي، فالتاني راح قايل له لا حتى ده بص الحرقة اللي في ايديها هي دي العلامة اللي هي موجودة فيها، انا متأكد ان هي. فانا طبعا رحت خطفت التليفون من ايديهم بسرعة
وفي الوقت ده انا اتصدمت من اللي شفته، ويا ريتني ما خطفت التليفون منهم، يا ريتني مت قبل ما اشوف اللي شفته في الفيديو ده، يا ريت كان حصل لي حاجة والارض اتشقت وبلعتني وما اتحطش في الموقف ده. انا لقيت في التليفون فيديو انا موجودة فيه، وكنت في اوضة نومي على سريري ومع شخص غريب حتى مش جوزي مش هو اللي معايا في الفيديو. انا لقيت نفسي في علاقة مع راجل تاني، راجل غريب في سني، كنت اول مرة اشوفه في حياتي. كان باين ان انا زي ما يكون نايمة ومغمى عليا ومش دريانة بالدنيا. طبعا لما شفت الفيديو قعدت اصوت كتير، فضلت اصوت وانهارت، وطبعا المدرسين كلهم اتجمعوا عليا والدنيا كلها اتلمت حواليا ورغموا عليا، ويعني اغموا عليا من الصدمة، وراحوا جايبين لي الاسعاف على طول وودوني على المستشفى على طول. ولما فقت قلت لا، انا لازم ان انا اروح للبوليس. وطبعا رحت للبوليس والحمد لله ربنا يكتر خيرهم، كملوا معايا الموضوع للاخر، وحكيت لهم على مشكلتي والمصيبة اللي انا وقعت فيها، وقلت لهم ان الفيديوهات دي انا مش عارفة عنها اي حاجة، والدليل حتى ان انا ما كنتش دريانة خالص بنفسي في الفيديو. فلما عملوا التحريات بتاعتهم وعرف التليفون اللي انتشر منه الفيديوهات والحاجات دي وعرفوا المكان فين، بس للأسف طبعا الموضوع اتنشر وناس كتير شافت الفيديوهات بتاعتي. هم حبوا يوقفوا نشر الفيديوهات، بس خلاص بقى الفيديوهات كانت وصلت عند ناس كتير على تليفوناتهم، وناس كتير من العيلة بتاعتي عرفت اللي حصل لي، وبقوا كمان يبصولي نظرة كلها احتقار، وكانوا بيتهموني ان انا كنت ما بصدق ان جوزي يسافر علشان اخونه. وكمان عيالي في المدرسة بقوا يتشتموا ويتهزقوا على طول، وكمان بقوا يتهزقوا في الشارع من العيال. حالتي بقت صعبة جدا، وكنت على طول منهارة، وما كنتش ببقى عارفة اعمل ايه علشان عيالي يبقوا كويسين. كل اللي حصل لي ده يا ترى حصل لي ليه وحصل ازاي وجوزي مسافر؟ وانا كنت بقول لنفسي يا رب الفيديوهات دي ما توصلش لجوزي وهو مسافر، وكنت بفضل ادعي بكده. المهم بقى البوليس لما جاب الولد اللي كان بينشر الفيديوهات بتاعتي عملوا معاه استجواب وتحقيق، وقعدوا يسألوه يحققوا معاه، وقالوا له انت مين وتعرف الست دي منين، والفيديوهات دي ايه اللي جابها عندك ومين اللي صورها. طبعا الولد خاف لما لقى الموضوع كبر، وقال لهم انا هعترف لكم بكل حاجة، انا والله العظيم ما عرفش الست دي ولا اعرف عنها اي حاجة، انا بس الشنطة دي سرقتها، انا لقيت صاحبها كان حاططها ومش عارف رايح يجيب حاجة ولا ايه، فانا خطفتها وهربت وفتحت الشنطة، ولما فتحت الشنطة لقيت فيها لابتوب، ولقيت فيه اللابتوب دي فيديوهات. انا فتحتهم بطريقتي وفضلت ادور فيهم لحد ما لقيت الفيديوهات اللي بالهبل دي بتوع الست دي مع ناس مختلفة ومع رجالة مختلفة. فاتصلت بصاحب الشنطة وقلت له يا اما تدفع لي الفلوس الفلانية يا اما هنشر الفيديوهات اللي في التليفون دي كلها. هو طبعا طنش ومردش عليا، وكان فاكر ان انا مش هكون قد كلمتي، فرحت ناشر كل الفيديوهات دي علشان يخاف ويكلمني. فالبوليس بقى اتصل بيا بعد ما الولد اعترف بكل حاجة، وانا رحت لهم على طول علشان اتعرف على الشاب ده. قالوا لي لازم تتعرفي عليه. قلت لهم لا، ده انا الولد ده اول مرة اشوف شكل الولد ده، انا معرفوش خالص. قالوا لي بصراحة هو ده سرق التليفون والشنطة دي. انا بقى اتصدمت اول ما شفت التليفون والشنطة، قلت لهم ايه ده، دي الشنطة دي شنطة جوزي، وانا عارفاها طبعا. وقتها كنت مصدومة جدا لما عرفت ان الفيديوهات بتاعتي دي كانت في تليفون جوزي، ما بقيتش مصدقة خالص اللي بيحصل لي. بس بعدها بقى حاولت ان انا اقاوم وامسك نفسي شوية، واتصلت بجوزي وقلت له تعالى بسرعة انا تعبانة ولازم تلحقني، وهو طبعا ساب الشغل بتاعه بسرعة وجالي على طول. واول ما جه البوليس مسكوا على طول وخدوه وفضلوا يسألوه ويستجوبوه ويحققوا معاه، وقالوا له ايه علاقة الفيديوهات بتاعت مراتك دي اللي في تليفونك، وايه حكاية اللابتوب ده وبتعمل كده ليه. وقتها جوزي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، قال اللي عمري ما كنت اتخيله ابدا. اعترف ان هو اللي كان بيصور الفيديوهات دي، واعترف ان هو عنده ميول مش طبيعية. قال ان هو كان بيحب يشوفني مع حد غريب في الأوضة بتاعته، ويكون يحصل بينا حاجة زي المتجوزين بالظبط. وقال ان هو على طول لما كان بينزل اجازة كان بيحطلي منوم في الاكل علشان انام على طول، بيكون متفق مع واحد صاحبه او واحد يكون عارفه من على النت، او اي حد يصطاده خلاص من اي مكان، وبيكون قاعد فيه او من على النت او من اي حتة، كان بيبقى بس المهم عنده ان هو يجيبه البيت.
وكان على طول متعود ان هو ينيمني. وطبعا اللي كان بيساعده في الموضوع ده ان هو يا اما بيودي العيال معظم الوقت عند امي او ام، وحتى برضو لما كانوا العيال بيبقوا موجودين كان برضو بيحط لهم منوم وبيقفل عليهم الباب وبيسيبهم نايمين، وبعدها يروح جايب الرجالة اللي هو كان متفق معاهم. وقال ان كل ده بيحصل من غير اي مقابل، هو بس كان بيحب يشوف الرجالة معاه هما بيعملوا كل حاجة، وكان بيتفرج علينا وبيستمتع وبيصورنا بكده. بس طبعا انا اشك ان واحد زبالة زي ده ما كانش بياخد فلوس. انا ما بقيتش مصدقة خالص اللي بسمعه من جوزي. انا ما صدقتش ان في بني ادم يكون قذر بالشكل ده. انا مش عارفة ازاي استحمل اللي انا فيه ده. طيب سيبوكم من الفضيحة وسيبوكم من الفيديوهات اللي انتشرت. انا اللي قاهرني ومخليني حاسة اني هموت اني ازاي كنت عايشة مع راجل بالشكل ده. ازاي كنت عايشة ال10 سنين اللي فاتوا من حياتي مع شخص مريض بالشكل ده. معقولة في راجل بيبيع مراته بالشكل ده؟ وياريته حتى بيقبض التمن. لا، ده كان لحمي رخيص قوي عنده. كان بيسلمني كده على طبق من ذهب مقابل بس ان هو يقعد يتفرج ويشبع الغريزة بتاعة الحيوان اللي جواه. حيوان ايه ده؟ الحيوان احسن منه. الحيوان لو شاف اللي تبعه مع حد تاني ممكن يخلص عليه. بس طبعا انا اتطلقت من جوزي، وهو الحمد لله اتحبس وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. والولد برضو اللي كان سارق التليفون بتاعته والشنطة اتحبس برضو. بس انا هستفيد ايه من الحبس بتاعه؟ ما خلاص الفضيحة اتعرفت وكل الناس شافوا كل الفيديوهات. يعني اللي حصل حصل. انا مش عارفة مصيري دلوقتي انا وعيالي هيبقى ايه. حتى دلوقتي انا مبقاش ينفع خالص ان انا اروح المدرسة اللي كنت بشتغل فيها، علشان طبعا انا خرجت من المدرسة بفضيحة، رغم ان انا ماليش اي ذنب خالص في اللي حصل ده. اهلي متعاطفين معايا من جواهم، بس اهلي متعاطفين معايا من جواهم، لكن ظاهريا اوقات كتير قوي بحس ان هما زي ما يكون قرفانين مني او زعلانين وخايفين قوي من كلام الناس. والجيران على طول مش سايبيني في حالي، والصحاب مش سايبيني في حالي، ومش عارفة اذا كانت في مدرسة هتقبل تشغلني عندهم ولا لا. وعيالي اللي اتدمروا نفسيا خلاص ما بقوش عاوزين يروحوا للمدرسة. بيقولوا انهم لو طلعوا وراحوا المدرسة العيال مش هتسيبهم في حالهم، ومش عارفة اذا كانت في مدرسة تانية هتقبل تشغلني ولا لا. وعيالي اتدمروا خلاص، ما بقوش عاوزين يروحوا المدرسة ولا يتعلموا، ومش عارفة طبعا ادور على مدرسة تانية اشتغل فيها ولا لا. ونفسي عيالي يرجعوا المدرسة تاني، بس هم رافضين رجوعهم من المدرسة، وبيقولوا يا ماما العيال هيعايرونا، ويقولوا له امك عملت حاجات وحشة ومتصورة في الفيديوهات، ومش سايبين عيالي في حالهم خالص. انا للاسف بقيت ضحية، وحياتي اتدمرت بسبب جوزي الانسان الحسالة الزبالة اللي انا كنت عايشة معاه، هو اللي دمر حياتي. انا مش هستفيد اي حاجة من الحبس بتاعه، ما كلها كام سنة وهيخرج تاني ويعيش حياته عادي، وانا بس اللي حياتي بقت متدمرة. انا مش عارفة هاخد حقي ازاي، ومش عارفة هنسي الناس كل اللي حصل ده ازاي. يعني الناس ما بتنساش، وخصوصا حاجة زي دي. انا مش عارفة ليه اتحطيت في موقف زي ده وانا ماليش ذنب. انا طول عمري قاعدة في بيتي وصاينة شرفي وكافية خيري شري وصاينة عيالي وجوزي. لحد دلوقتي انا مصدومة ومش مصدقة كل اللي حصل لي، وحاسة ان انا بحلم لغاية دلوقتي. طبعا انا بحكي لكم القصة دي للهسة والعبر، واي واحدة تشك في اي حد حواليها يا ريت انها تاخد بالها من نفسها، وانها تأمن نفسها اكتر واكتر، لان الزمن اللي احنا فيه ده بقى صعب قوي.